حاجة كتير مننا ما يعرفهاش وبنتصرف عكسها تماما، ودي بتكون سبب في بعض الجمل المتكررة. أنا بعمل دايت ومش بخس، أنا مقللة أكلي وحاسة إني بتخن مش بخس خالص، أنا بفطر باكو بسكوت، أنا بفطر بتفاحة. الجمل دي وجمل تانية كتير بنسمعها علشان في معلومة مهمة جدا ما نعرفهاش. تعالوا بينا نعرفها مع بعض، وتابعيني لآخر الفيديو عشان في مفاجأة كبيرة. مساء الخير لكل المتابعين، اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. اتأخرت عليكم كتير بس ان شاء الله ما تتكررش. تعالوا بقى نشوف المعلومة المهمة اللي هي عامل رئيسي في كل الجمل اللي احنا سمعناها في الاول. السكر. طيب وايه الجديد؟ عارفين ان السكر بيتخن وانا مقللاه. الجديد بقى لو كنتي بتعملي ابشع انواع الدايت ولكن مش قادرة تعيشي من غير ما تصحي تشربي كده الصبح كوباية الشاي، كوباية نسكافيه، قهوة، whatever، وفيها ان شاء الله حتى نص معلقة سكر، يبقى وقفي الدايت حالا لانه ملوش لازمة. السكر على الريق اولا بيوقف الحرق تماما، يعني لو اخدتي بسكوتة او شربتي اي حاجة فيها سكر حتى الفاكهة هتوقفي حرق جسمك تماما. والاهم من ده كله ان السكر على الريق بيعمل مقاومة انسولين. المفاجأة بقى ان كمية فطارك هي اللي هتحدد كمية حرق جسمك، بمعنى اللي هياكل 3 رغيفة هيحرق اكتر من اللي هياكل رغيف واحد. الكلام ده لو مفيش اي حاجة في الفطار فيها سكر، والكلام ده برضو بينطبق على الناس اللي مش بتعاني من اي مرض. والاهم من ده كله لما تسمعي اي معلومة جديدة وهتفيدك ما تطبقيهاش غير لما تتأكدي انها تناسبك. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير، واول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها عشان يوصلك كل جديد. شكرا على وقتك.